القوات الخاصة الفرنسية موجودة على الأرض جنبا إلى جنب مع قوات النخبة العراقية. مهمتها الحصول على المعلومات والبحث عن المتفجرات التي تركها تنظيم الدولة وتحليلها. وجود عناصرها غير بعيد عن خطوط الاشتباك. إنهم على بعد 500 متر تقريبا. الفرنسيون يساعدون في تحديد الأهداف. ما يعقد الأمر أن هناك أماكن فيها بعض المدنيين، وعلينا التأكد بدقة من عدم وجودهم. عددهم 100 مقاتل. هل يملكون هم مثل هذه؟ لا أتمنى ذلك. منذ سنتين يقدم العسكريون الفرنسيون الدعم والتدريب والنصح للمقاتلين الأكراد والعراقيين بمنتهى السرية. نحن على أبواب الموصل، حيث تدخل القوات العراقية المتخصصة بمكافحة الإرهاب حيا تم تحريره من تنظيم الدولة. تنفذ المهمة بمساعدة القوات الفرنسية الخاصة. سيقتحمون أماكن كان يتمركز فيها مقاتلو التنظيم للبحث عن أدلة تؤدي إلى فهم الآلية التي يعملون بها. يدخل المكان أولا المتخصصون في تفكيك المتفجرات ويبحثون عن أدق التفاصيل لإنجاح مهمتهم. الخطر يحيط بهم من كل جانب. من بين الأشياء التي وجدوها حقيبة مرمية على الأرض ربما تعود لأحد مقاتلي التنظيم الفرنسيين. خط الجبهة يقع على بعد عدة كيلومترات وفيه لا يوجد أي عنصر فرنسي، إذ تقتصر عمليات المواجهة على القوات العراقية. ولكن القوات الفرنسية تشارك في رصد طريق يصل مدينة الموصل بمدينة الرقة معقل التنظيم في سوريا. سبق لهذه القوات أن أتت إلى المكان لمساعدة القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية. يجهزون أسلحتهم ومناظير المراقبة التي ترصد تحركات العدو في النهار كما في الليل. مع بزوغ الفجر يجهزون طائرة بدون طيار للاستطلاع، وهي وسيلة ناجعة لا يمكن الاستغناء عنها لتحديد أماكن وجود مقاتلي التنظيم.